اليوم التحدي بنص اوتريخت بين مطعمين سوريين بيعملوا الشاورما على الطريقه السوريه الصح. رح نجرب ونخبركم مين الاقوى، خلوكم معنا. قد ما الطقس حلو بهولندا قررنا انا وماج ننزل على اوتريخت نقضي نهار، ومن شوي صار وقت الغداء وانا جعت للصراحه. قلت له شو رايك ناكل سندويش شاورما على الماشي؟ انا بعرف مطعم باوتريخت كثير طيب وانا مجربه. نط هو قال لي لا انا شفت على الاونلاين في مطعم اخذ ريفيو عالي وهذا اطيب. قلت له طيب شو رايك نحن بنعمل تحدي بين المطعمين، ناخذ مطعمك ومطعمي سندويشه بسندويشه وبنجرب. اول شيء رح نجرب المحل اللي انا اخترته واللي هو تقييمه كثير عالي، حتى انه عامل لها لدعه على الطريقه الشاميه المضبوطه. يا رب. ومثل ما تعودنا الدبل بايت ما لقمه وحده، لقمتين، رح ناكل لقمه ثانيه لنعطي التقييم صح. صراحة طيبة، الكبيس فيها لذيذ مع كريم الثوم والحشوة معقولة بالكمية اللي إلها، وكمان فيها نكهة لذيذة. صراحة فيني اعتبرها من سندوتشات الشاورما الناجحة. ولا رح نجرب سندويشه المسيو مجد، هو جربها بلا توم، انا بلا توم ما فيني. بنغط وراح اعطيكم رايي بكل حياديه. بصراحه لذيذه، انا قلت لكم بدي لكم رايي بحياديه وبصراحه. كريم الثوم بيت الشاورما السندويشه يعني بالمجمل طيبه. الو هاي سندويشتي من المطعم اللي انا بحبه. يا رب. اهم شغله اعطيني هالثوم اللي عندي لقلك، بلا الثوم ما فينا نعمل شيء. مثل عاد الشاورما طيبه ولذيذه، بتضل شهاتي مجروحه فيه. رح شوف شو رايه المسيو مجد واذا رح تعجبه. وصلنا هلا على لحظة الحقيقة لجرب السندويشة الثانية. السندويشة للأمانة كباب ملدوعة ومقمرة من الجهتين، وفيها وزن أكثر، يعني مبين عنا فيها حجم أكبر، بس هذا كله ما بيهمني موضوع الطعمة. نحن جايين نقيم موضوع النكهة. يا رب. الحشوة للأمانة أكثر بكثير وحتى واضحة معكم على الصورة. دائما نحن لقمتين لنعطي رأينا بصح. قد ما صراني كوكو من بداية الفيديو على انه اليوم الطقس كتير حلو، انا هلا لبست طاقية الصوف، فعلا الطقس حلو. طولي بالك شوي، ما تضيعنا بالحديث، دخلنا بواب وتخرجنا بواب. اكلنا ورح نوصل على البيت والسماء قالت لي مين ربح التحدي. اتحفنا. الواحد لازم يحكي اللي له والعليه، وحقيقة انت مطعمك الربح اليوم. تعجبني صراحتك يعني، وحتى ربح بفرق شاسع، يعني كان في فرق فعلا بين السندويشتين، ما فرق بسيط ابدا ابدا يعني. وخاصة هذا بياخذنا على موضوع اللي له علاقة بالتقييم اونلاين. يعني نحن اليوم مطعمه اقل من مطعمك. ايه بالتقييم اونلاين هو 4.2، انا 4.5. يعني حتى ما تفوق عليه بس بهالقصص، بالحجم، بالطعمه، بالسعر، توفق على كل النواحي. ايه فعلا كان فرق شاسع يعني، وهذا بخلينا دائما ننتبه موضوع التقييم اونلاين ما دائما بيكون حقيقي. ونحن مثل ما وعدنا ببداية الفيديو على انه رح نذكر اسم المطعم اللي ربح معنا اليوم، اللي هو مطعم ورد الشام بأوتريخت، وهذا العنوان.